المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بالزغرة. سيما يا بنت سيما. شخصيتنا الرئيسية النهاردة صديقي المشاهد هتعرفها بس في نهاية الحلقة مش في أولها. فهنبدأ النهاردة بأول شخصية فرعية، وهي عارضة أزياء بيجيلها تذكرة لرحلة مجانا مدفوعة الأجر بالكامل. ولما بتروح المطار عشان تسأل إذا كانت تقدر تأجل الرحلة دي يوم تاني أو لأ، فبتكون الإجابة بالرفض، يا إما دلوقتي يا إما الرحلة بتروح عليها. وبما إنه العرض كان مغري جدا فوافقت وطلعت الطيارة وراحت تحط شنطتها، بس جه راجل جان كده يعرض عليها المساعدة وهي وافقت. بعدها الطيارة بتبدأ في الإقلاع، وراجل جان بيبدأ يسألها الرحلة دي شغل ولا سياحة، فبتقوله إنها فازت بالرحلة دي فتعتبر كده سياحة. فبيسألها تاني هو أنت بتشتغلي إيه؟ فبتقوله أنا بشتغل عارضة أزياء، وأنت؟ فبيرد عليها وبيقول لها إن هو ناقد موسيقي زي حلمي بكر كده. بعدها بتقوله إن حبيبها القديم كان بيعزف موسيقى برضه، فبيجي له فضول وبيسألها عن اسمه، فبتقوله لا هو مش مشهور، محدش يعرفه غير أمه تقريبا. فبيقول لها يا ستي أدينا بنتسلى، اسمه إيه؟ فبتقول له اسمه جابريال باسترناك. فملامحه بتبدأ تتغير، فالبنت بتستغرب وبتسأله هو انت تعرفه؟ قال لها عارفه، ده انا حافظه صم. وكمل كلامه وبدأ يحكي لها انه كان رئيس لجنة التحكيم لمسابقة موسيقية، ولما جه حبيبها دوت وبدأ يعزف قام راح طرده قدام الناس كلها. فبتقول له انها كانت موجودة وان فعلا اللي حصل فيه من اللجنة دي ما كانش شوية، وانه اتأثر وفضل مكتئب في البيت لفترة طويلة بسبب النقد اللي انت قدمته له. فلسه بيشرح لها قد ايه انه كان سيء جدا. فبتقوم ست بشكل غريب جدا وبتقول لهم انا اسفه على مقاطعه كلامكم وانها سمعت كلامهم بالصدفه، بس الشخص اللي بتتكلموا عنه دوت انا كنت الاستاذه بتاعته في المدرسه. بس بيتفاجئوا من الصدفه وبيرجعوا يسالوها هو كان عامل ايه في المدرسه. فالست ما صدقت وفضلت تقول ده كان فاشل وكان غبي وانا دايما كنت بعاقبه. ولسه بتتكلم وبتشرح لهم قد ايه انه كان سيء جدا. فبيبدا شاب يتعرف على الاستاذه دي وبيقول لها ان هو كان طالب عندها في المدرسه. فبيسالوه هو انت كنت صاحبه تعرفه؟ قال لهم اعرفه، ده انا حافظه صم. الصراحه كان غلبان وفاشل وكنا دايما بنضايقه وبنتنمر عليه بسبب انه دايما كان غريب. ولسه بيتكلم وبيشرح لهم قد ايه انه كان سيء جدا. فبيبدا راجل يقوم ويقول لهم استحاله الموضوع ده يكون صدفه، انا رئيسه في الشغل وطردته لانه كان مختل عقليا وما كانش طبيعي. وبعدها حلمي بكر بيقوم، قصدي الناقد الفني، وبيسالهم مين تاني هنا على الطياره يعرفه. فبيلاقي ان كل الركاب اللي على الطياره بتجاوبه وبتقول انهم يعرفوه. فبيسالهم تاني انتوا قلتوا لي التذاكر دي اشتريتوها ازاي؟ فكله رد بانها كانت هديه او رحله من الشركه اللي شغالين فيها، او بتكون دعوه من حد صاحبهم، او بتكون جايزه على النت. فبيسيبوا الكلام على التذكره وبتبدا الناس تتكلم تاني وتشرح انه كان شخص سيء جدا، لحد ما بتيجي المضيفه وهي في حاله ذهول وبتقول لهم يا جماعه الشخص اللي انتوا بتتكلموا عنه ده يبقى الطيار اللي بيسوق بينا الطياره. وبتكمل وتقول لهم انه كان زميلها في التدريب وكانوا صحاب، لحد ما طلب منها انهم يخرجوا ويكونوا على علاقه، بس هي رفضت وبدات تنهار وتقول لهم انه قفل الباب ومحدش هيعرف يدخله. ولما كلمت الطيارين اللي معاه جوه الكابينه محدش منهم رد عليها. فلسه بتبدا تتكلم وتشرح لهم قد ايه هو شخص سيء. فبيقوم راجل كبير وبيقول لهم انا كنت الدكتور النفسي بتاعه، ولما غليت عليه تمن الكشف في مره اتعصب مني وقرر ما يجيش تاني. بعدها بتقوم عارضة الازياء وبتعترف انها كانت حبيبته وخانته مع صاحبه الوحيد. فواحد منهم بيرفع ايديه وبيقول لهم انا صاحبه الوحيد. بعدها بيكتشفوا انه جمع كل الناس اللي تسببوا ليه باي اذيه حصلت له في حياته، سواء عن حق او حتى عن باطل، وقرر ينتقم منهم كلهم ويوقع بيهم الطياره. وانا كمان يوما ما هجمع كل الناس اللي تسببت في اذيتي وانتقم منهم كلهم دفعه واحده. فما تكونش انت كمان منهم صديقي المشاهد، واعمل لايك واشترك في القناه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.